بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هعمل معاكم توست. كيلو دقيق، 600 جرام دقيق، ومعلقه ملح وزبده 50 جرام زبده، ومعلقه سكر. هحطها على الخميره عشان دي خميره بيره، وبضايه ومعلقه خل وكوبايه لبن وكوبايه ميه، وانا خدت حبه من الميه على الخميره. هنعمل بقى الخميره على السكر، وبعد كده هنزل بكوبايه اللبن، وهنقلب كده مع بعضه. بعد كده هنزل بالبيضه والخل، وهنقلب عشان المكونات تتجانس مع بعضيها. بعد كده هنزل بالدقيق عليه معلقه ملح زي ما قلت لكم في الاول، معلقه ملح مش مليانه، معلقه الشاي. وهنعجن عجين عادي وبس. ولو عايزه ميه تانية هنكمل. العجينه تحسوا ان هي مقطعه ازاي، لسه بقى عايز تتلت. هننزل بقى بالزبده الاول، وبعد كده نلتها. هعجنها بقى بالزبده زي ما قلت لكم. بصوا وخليتها ناعمه ازاي. هنسيبها بقى تخمر وارجع لكم تاني. خمرت اهي ما شاء الله، اللهم صل على النبي. انا حطيت بقى حبه دقيق لان العجينه بصراحه جت معايا طريه شويه، بس هي ناجحه. العجينه ناجحه بس هي طريه شويه، يعني انتوا ممكن تقلوا الميه سنه بسيطه. انما انا حطيت المكونات على بعضيها فهي جت معايا شويه طريه، بس هي حلوه يعني ناجحه. هتشوفوا الجوده برضو في الاخر. وهنفردها كده عادي ونلفها روح. هتلفيها كده. بس انا بقولك العجينه جت معايا طريه عشان كده، عشان كانت عماله تلزق مني على الرخام. بس ما شاء الله في الاخر طالع التوست جميل جدا جدا جدا. الواحد ما يحكمش على الحاجه الا لما يشوفها في الاخر. قوالب صاج عاديه بتجيبيها من اي حد بتاع مستلزمات او ادوات منزليه، وممكن تحطي زيت على الوش، وممكن تعملي بدقيق زي ما انا قصت ايدي كده دقيق، لان انا قلت لك ان العجينه جايه طريه شويه بس حلوه يعني. وبتسيبها تخمر وخلاص. هي بقى بتيجي العجينه بتطلع على شكل القالب ده، المستطيل انت حاطه فيه. وعندي واحد اكبر منه شويه، مستطيل تاني بس اكبر منه شويه عريض، بس ده احسنهم اللي هو اللي انا حطيت فيه الاولاني ده. ما شاء الله خمروا ودخلتهم الفرن البلدي. ما شاء الله على الجوده والحلاوه، على الحلاوه والجمال. وبقى بدهن بقى الوش زيت، وبعد كده بغطيه بفوطه. هو لما اجى يطلع من القارب لزق مني. ليه بقى؟ لان العجينه طلعت على شفه حرف القارب. فالعجينه المفروض ما تبقى عاليه لفوق كده شويه، ما تطلعش تعمل. شفتوا حتى وانا بطلعه بصوا يعني كان بيطلع بصعوبه. هنا كان يعني خد لون بسيط، لان كان الفرن متولع قبلها. كانوا هما بيعملوا رز معمر في الفرن، فقلت اما اعمل والفرن سخن. فالمفروض الواحد ما يعملش والحاجه سخنه، تبقى الحاجه دافيه يعني. فهو خد حته لون بسيطه من تحت بسبب كده. اللي هي الحته اللي بتتكي عليها دي. بس والله الجوده جميله جدا، وطري طروه من جوه وجميل. ولما باتلي تاني يوم فعلا مظبوط. تجيبي سكينه بقى منشار وتقطعي بيها عادي. ده كنت انا مقطعاه يعني عاملاه من الساعه 1 كده الظهر، وقطعته على الساعه 9 كده 9:30 بالليل. ولما باتلي تاني يوم فعلا طلع طري وجميل. بس كنت مبيته بقى قطع زي كده. تحطي مربى جبنه وخيار، اللي غيرك بقى يحبوه حطيه. وبعدين برمي كتير لما تعملي قربين زي كده ما شاء الله من 600 جرام دقيق. حلو بيوفر جامد. بوريك ان هو طري وجميل من جوه زي وسفنج خالص والله. ومساماته خفيفه وجميله مش مكتومه.
دي القارب التاني المستطيل الكبير، بس انا بصراحه القارب الاولاني احسن، بدي شكل التوست. ده بدي حلو برضو، بس ده مديه ايه ان هو مستطيل عشان هو عريض. اه بصي شايفاه في ايدي عريض ازاي، بس حلو برضو. يعني انا بقول لك ده وده، وانت اختاري بقى ايه اللي انت عايزه تعملي فيه. بس تحطيهم في صاج زي ما انا كنت حاطه كده، عشان الصاجان دي خفيفه، القوالب التوست دي خفيفه. هتعملي بقى جبنه كده وخيار، او زي ما انت تحبي. احنا كنا زمان بنعمله بمربى وزبده، ايام ما احنا كنا في التعليم لسه. بس انا مربى التين بقى ايه ما شاء الله خلصت. بصوا بقى الطروه بتاعته، بصوا طري جدا وجميل. والله هيعجبكم لو جربتوا الطريقه. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس.